طيب، الرحمة والرفق والإطعام والإكرام، المستوى الرابع البعد الشديد عن ظلم اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والصحابة رضوان الله عليهم لحساسيتهم ولأن حسهم مرهف، ولأن إيمانهم عالي، ولأن قلوبهم رقيقة، ولأن ورعهم كبير، ماذا فعلوا؟ كانوا سبحان الله يربون الأيتام معهم في البيت. يربون شنو؟ يعني زول بيجيب اليتيم يقعدوا معه في البيت، ما من بعيد لبعيد، أو بيشيل مال اليتيم يشغلوا له. مثلا يكون عم اليتيم، يكون شنو؟ عم اليتيم أبوهما أبو اليتيم ده مات وخلى عمارات، برضه بحلو. تخيل، برضه يتيم صح؟ يتيم ولا ما يتيم؟ لأنه داير شنو؟ داير كفالة ورعاية. أعمامه كانوا يمسكوا القروش وبيصرفوها وبيلخبطوا حقهم مع حق اليتيم كده. ما يجوا في الأكل. الصحابة سمعوا الآية دي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يغنوا مع اليتيم في الصينية، يقول نحن أكلنا أكثر منهم. بيقوا يعملوا شنو؟ بيقوا يعملوا لليتيم صينية بلا، هم يأكلوا بلا. ربنا نزل لهم آية قال ليهم إن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم شنو؟ المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. يعني ده بتعبكم، أكلوا معهم وخالطوهم، وطالما أنتم ما قاصدين تظلموهم الله بيعفى لكم عن الحاجة دي. بس كده قال ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التي أحسن يعني شنو؟ يعني تشغل له بحيث إنه ما تكون معرضة للخسارة، وتأكل بالمعروف. بالمعروف يعني شنو؟ قدر الحاجة بتاعتك، لأنه أنا برضو حشغل له قروش يعني، ومرات يعني قد تخش علي بعض الأموال منه. ودي أحكام فقهية يا أخي، الإسلام يهتم باليتيم شديد، وهذه أحكام فقهية دقيقة في هذه القضية وفي هذا الموضوع. يا سلام. بعدين قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا. حوبا يعني شنو؟ إثما يعني ذنبا. إنه كان حوبا كبيرا. مال اليتيم ده تحرص عليه وتخلي مال اليتيم ده ما يمشي إلا في الاتجاه الصحيح وتحفظه له. وأنا حأنبهكم لحاجة مهمة جدا في كفالة اليتيم، حب الناس ما ينسوها. ونحن نتكلم عن شنو؟ عن كفالة اليتيم، حبوا ما ننساها، حذكركم بها بعد شوية. في آية الناس بيقروها لكن النسوان ما بيحبوها. هي آية التعدد لكن فيها شنو؟ في يتيم. وإن خفتم ألا شنو؟ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة شنو؟ أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أنا حشرح لكم أولا وآخرة، في النص دي مثنى وثلاثة ورباعة دي ما حشرح لكم لأنكم عارفينها تم، عشان ما تمشوا من المحاضرة خليكم قاعدين. طيب الآية بتقول شنو؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. والله الآية دي خطيرة، الناس ما قاعد يفهموا. قال لك سبب نزول الآية شنو؟ الزول بربي يتيمة، يربي شنو؟ يتيمة ما محرم، يعني ما بنت أخوه ما بنت أخته. لما تبلغ مبلغ النساء بتقدم ليها، هي ما بتستطيع تطالب بمهر وحاجات زي بقية النسوان لأنها بترى أنه صاحب نعمة وفضل شنو؟ عليها.
الآية الكلام ده فاهمينه؟ مثلا قولوا واحد ما أنا يعني واحد تاني رب له يتيمة لحد ما كبرت وبقت عروس، قال داري عريسة، في زول بيقول له ادفع حاجة؟ في ذاك تقول ادفع حاجة. ربنا قال لهم ما حتعاملوهم زي بقية البنات وتعرسوهم بحقهم وبمهر وبمال، النسوان غير اليتامى كتار امشي عرسوا برد منهم. ده معنى شنو؟ معنى الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في شنو؟ في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نهاية الآية قال ذلك أدنى ألا تعولوا يعني شنو؟ ألا تقوموا بالواجب. ما تقصر يعني ما تقول دي يتيم، شوف تعرس اليتيمة وإنت الكافلة تديها مهرة زي بقية البنات وتجيب لها شيلتها وتجيب لها حاجاتها، ما تعاملها كأنها يتيمة وكأنك صدقت عليها. يا أخي الإسلام دخل حاجة بالله ده ما دين عظيم. الآية بعدها ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يا سلام. عشان كده رعاية مصالح اليتامى دي مرحلة من المراحل والدقة والورع في أموالهم. وأنا والله أشكر نساء كثر جناها والله تقول لي أنا هم أيتام وأنا عندهم مال أنا خدت لهم، ومرات بحتاج من المال ده بصرف عليهم، لكن مرات بحتاج أركب منهم مواصلات، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ هم الأيتام بالله ما مرة جديرة بالاحترام. والله كتير خلاص. والله أنا بتأثر شديد بالمناسبة. عشان كده دي النقطة اللي قلت لكم دار أذكرها. لما نجي نتكلم عن كافر اليتيم ينبغي ألا ننسى أم اليتيم. وأنا من هذا المنبر أحيي جميع أمهات الأيتام في العالم الإسلامي. أي والله، لأن النسوان قام بواجب الرجل والأم معا، بواجب الأب وواجب الأم معا. والله أم اليتيم والله جديرة بالاحترام. عشان كده لما يجوا الأيتام قاعد أقول لهم شنو؟ أقول لهم أمكم دي ما تضيعوها، لأنها لم تضيعكم، ما ضيعتكم. أمكم دي تقوموا بحقها وتقوموا بالواجب تجاهها. وفعلا والله في ناس أيتام أمهاتهم ربوهم قنعوا من أي حاجة في الحياة دي وربوا منه الأيتام دين. لا حتى دين الأمم تكون كافلة يتيم حسب ما تخش الحديث. زول من بعد يديها القروش والمرتب وهي تقوم بكل المصالح وما تكون كافلة يتيم. عشان كده داير أصحح مفهوم في فهم الحديث. أنا وكافل اليتيم كهاتين. الأم أول كافلة يتيم مع الرسول في الجنة طوالي كهاتين. قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى.